السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى واطعم كيك بصوص الفراولة. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة والطعم فعلا تحفة. احلى كيك بصوص الفراولة هتعمليه وهتاكليه بصراحة في منتهى الجمال. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الكيك القمر بتاعنا دي ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا معايا كسرولة او حلة، حطيت فيها نص كيلو من الفراولة. انا شلت منها العين الاخضر وغسلتها كويس، وضفت عليها نص كوباية من السكر، وهضيف عليها عصرة نص ليمونية، وهسيبها كده على النار لحد كده ما تغلي معانا في الاول، وتعمل كده رغاوي على الوش. طبعا في الاول تكون النار عالية عليها لحد بس ما تكون رغاوة على الوش كده، لان هنشيلها مش هنسيبها. هنشيل كده الرغاوة كلها بالشكل ده. واول ما نشيل الرغاوة كلها بالشكل ده هنروح بقى موطين عليها النار ونسيبها لحد ما تتسبك. هتقعد كده حوالي على النار ربع ساعة لحد ما تتقل معانا بالشكل ده. وكده خلاص يبقى الصوص جاهز معانا. هطفي بقى عليه النار وهسيبه لحد ما يبرد خالص. على بقى ما الصوص يبرد هنعمل مع بعض عجينة الكيك. معايا بولة حطيت فيها بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، نص كوباية من السكر، ورشة كده من الفانيليا استايلة او باكو من الفانيليا البودر. هقلب كده بقى البيض مع السكر كده بالمضرب لحد ما لونه يفتح معانا بالشكل ده. وهضيف حوالي نص كوباية من الزيت، طبعا يكون الزيت من النوع النضيف اللي هو ملهوش ريحة. ومعايا علبة او كوباية من الزبادي، دي كوباية كبيرة، ده زبادي انا عاملاه في البيت. طبعا لو هتجيبي زبادي جاهز هتجيبي علبتين من اللي هما الصغيرين، او كوباية من اللبن الحليب. هنضرب كل المكونات دي كلها كده مع بعض بالشكل ده. هضيف بقى حوالي كوبايتين من الدقيق او الطحين متعدد الاغراض، ده انا نخلاه كويس، وهديله كده تقليبة مع المكونات اللي احنا حاطينها. وبعد كده هروح ضايفة نص كوباية من المية المغلية. الخطوة دي مهمة قوي، دي هتخلي معانا الكيك هش وسفنجي وفعلا تحفة. هنديله كده تقليبة مع بعض، وبعد كده هضيف باكو من البيكنج باودر او معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنقلب كده في اتجاه واحد لحد ما نضيع البيكنج باودر في قلب العجينة. كده خلاص العجينة جهزت معانا. هبدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي، اي صينية انت حابة تعملي فيها، دي مقاس حوالي 22. ده انا دهنتها بالزبدة، وحطيت عليها كده رشة من الدقيق. هحط كده نص الخليط بتاع الكيك اللي احنا عملناه، والنص التاني هركنه على جنب. هجيب بقى صوص الفراولة كده في النص بالشكل ده. وهجيب بقى باقي خليط الكيك، وهرشه كده عليها من فوق بالشكل ده. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. طبعا يكون مسخنين الفرن قبلها حوالي كده ب5 دقايق، بس ما تدخلش على درجة نار عالية عشان ما تهبطش منك. وطبعا ما تفتحيش عليها الا بعد نص ساعة عشان تشوفيها. هتقعد في الفرن ما بين نص ساعة لساعة الا ربع. كده خلاص الكيك استوى معانا وجاهز وبقى معانا بالشكل ده. هنقلبه بقى في طبق التقديم كده. ما شاء الله تحفة. هو اصلا المفروض كانت تبقى الصوص ده في النص، بس انا لما جيت قلبتها بصراحة انا ذهلت من النتيجة، لقيت الصوص بقى على وش الكيك من فوق. هي بصراحة النتيجة في منتهى الجمال وحلوة برضو تحفة. احلى واطعم كيك بصوص الفراولة عملناه مع بعض. جربوه على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.